بلا زحمة، أنا يعني ما عندي سؤال، عندي فد ملاحظة نسمع رأي سيد رشيد بها. تفضل. يعني بين فترة وفترة لما يطلع هاي بعض المسلسلات والدراما انه تشيل اما تكون العمامة، أو تكون العباية، او تكون العقار الجنوبي. شو رأي السيد رشيد الحسين بهاي الدراما اللي قاعد تعرض خلال شهر رمضان؟ وجزيل الشكر. طيب سؤال لك علي قبل لا تروح، انت طلعت نعم؟ على العمل، شنو بالضبط اللي تعتقده اساءة حتى السيد يجاوبك على السؤال؟ يعني بصورة عامة قد يكون مثلا استهداف عن طريق اللهجة، او استهداف او عن طريق اللبس العقال الجنوبي. طبعا هناك ضجة صايرة اليومين اللي راحن حول احدى المسلسلات، بصراحة انا ما شفتها حتى احنا كل سنة، بس بشكل عام سيد كل سنة عندنا هالشكل حالة، يعني اكو كانما اكو جماعة تستهدف، نعم، تستهدف شرائح من المجتمع في اهانتهم، في الاستهزاء بهم، والاسلام لا يقبل ذلك اصلا. نعم. ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. يعني شو الان لو تطلع مثلا مسلسل كردية، وتدرون الاخوه الاكراد لطيفين لما يتكلمون كذا يسوي المؤنث مذكر ومذكر مؤنث باللغه العربيه باعتبارها مو لغتهم الام يعني. فاذا احنا نريد نسوي الشكل هذا توجب السخريه والضحك، هذا ليس صحيحا. نعم. ليس صحيح الانسان ان يستهزئ بشريحه من الناس وخلق الله. الامر الثاني، اكو هناك استهداف لرمزيه معينه، وهذا ليس صحيحا. واحنا ندعو من هذا المنبر وغير المنابر أنه ليكفوا هؤلاء من إثارة هذه النعرات الإثنية الطائفية القومية فيما يرتبط بالملابس، ما يرتبط بالعادات، ما يرتبط باللهجات. نعم. اللهجات على حال خلي يحترم بعضهم البعض لئلا يكونوا السبب لإثارة فتن. ونحن نشيد بالإخوة في هيئة الإعلام والاتصال على أنه تقف أمام هكذا تجاوزات في كثير من الأحيان. احنا أيضا نوجه نداء للأخوة الكرام في هذه القنوات، الفن يفترض أن يكون حامل رسالة وحامل هم أصيل، فلا بد أن يوظف بشكل صحيح، مو للسخرية من ناس على أساس يعني انتمائهم وانتسابهم لمنطقة أو لمذهب أو لقومية معينة. خصوصا وأن هؤلاء الذين يسخر منهم كانت ولا زالت مواقفهم مشرفة في الدفاع عن المناطق التي كانت استبيحت من الدواعش، وجرى ما جرى فيها ولا نريد أن نكرر ما جرى فيها. فعلى حال إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي البيت الآخر بحجر. اليوم أنا رأيت برنامج على إحدى الفضائيات تحت عنوان الخط الأصفر، ما أدري الشريط الأصفر، يتبجح الأخ أنه دخل سجن الحوت وأمر حصري. أنا قلت خل أشوف شنو صاير في سجن الحوت. رأيت ما شاء الله فرق كرة القدم، دوري كرة القدم، والتليفونات والموبايلات والاتصالات والأكل الكذائي. اختنقت على أنه هؤلاء المجرمون الذين في السجن، الذين هم في الواقع كل واحد منهم تراجيدية كاملة، مأساة كاملة، ولكن يكرمون ويعظمون. وتطلع الفضائيات، شوفوا الحمد لله في سجن الحوت وفي سجن مطار بغداد، شوفوا الأكل، السمك والرز والكذا، ونحن نغفل عن آيات كريمة من القرآن الكريم تقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.